تخيل تاخد كريدي بصفر فائده وفرحان حيت غادي تشري اللي بغيتي، ومن بعد تكتشف باللي خلصتي اكثر من الثمن الحقيقي بالاف الدراهم. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم كيعيشوه بزاف ديال المغاربه، وهو القروض الاستهلاكيه. اعلانات في كل بلاصه، تمويل سريع، كريدي بسهوله، فائده 0%. ولكن السؤال الحقيقي هو واش هاد القروض فعلا كتعاون المواطن ولا كتدخلوا في دوامه ديال الديون والضغط النفسي؟ السلام عليكم، معكم مصطفى. في هذا الفيديو غنكشفوا امور مهمه بزاف، كيفاش بعض العروض كتكون مضلله، شنو هي المصاريف اللي ما كيبانوش لك في الاول، وكيفاش تقدر تحمي راسك قبل ما توقع اي عقد. اول حاجه خاصنا نفهموها هي ان عباره صفر فائده ماشي دائما معناها قرض مجاني. بزاف ديال المؤسسات الماليه كتستعمل هذه العباره باش تجذب الناس نفسيا، ولكن ملي كندخلوا للتفاصيل كنلقاو مصاريف اخرى مخفيه. مثلا كاين مصاريف فتح الملف، التامين الاجباري، واحيانا رسوم اضافيه ما كيتكلموش عليها في الاعلانات. يعني في النهايه كتلقى راسك خلصتي اكثر من القيمه الحقيقيه ديال الكريدي اللي خديتي. والمشكل ان بزاف ديال الناس كيشوفوا غير شحال غيخلصوا في الشهر وما كيشوفوش شحال غيخلصوا في المجموع. وهنا كيبدا الفخ الحقيقي. تخيل تشري هاتف الثمن ديالو 4000 درهم، وفي النهايه تلقى راسك خلصتي 5000 او 6000 ولا حتى 7000 درهم في بعض الاحيان بطريقه غير مباشره. لهذا اي عرض كيبان ساهل بزاف خاصك تشك فيه قبل ما تفرح به. المشكل الكبير ماشي الكريدي بوحدو، المشكل هو ملي كيولي الانسان كيتسلف باش يعيش مستوى اكبر من الامكانيات ديالو. كاين اللي كيدير كريدي باش يشري سياره او باش يشري اثاث فاخر او فقط باش يبقى مواكب للناس. ولكن الحقيقه القاسيه هي ان الكريدي كيقدر يتحول لضغط يومي، كل شهر اقتطاع، توتر، خوف من التاخير، ومشاكل ماليه كتزاد مع الوقت. وهذا الضغط ما كيأثرش غير على الشخص بل حتى على الاسره والحاله النفسيه. بعض الناس كيدخلوا في كريدي صغير ومن بعد كيحتاجوا كريدي اخر باش يخلصوا الاول، وهكذا كتبدا دائره خطيره ديال الديون. لهذا خاصنا نفرقوا ما بين الحاجه الضروريه وما بين الرغبه المؤقته. قبل ما توقع على اي عقد وقف شويه وفكر بعقلانيه. اول نصيحه، ما تشوفش غير شحال غتخلص في الشهر، شوف الكلفه الاجماليه كامله. ثاني حاجه، سول على جميع المصاريف المخفيه بحال التامين، مصاريف الملف، وغرامات التاخير. ثالث حاجه ومهمه، قرا العقد كامل خصوصا الكتابه الصغيره اللي بزاف ديال الناس كيتجاهلوها. ورابع نصيحه ويمكن هي الاهم، ما تديرش كريدي غير باش تبان قدام الناس، حيت المظاهر كتسالي ولكن الديون كتبقى. حاول دائما تعيش حسب الامكانيات ديالك. في الختام كيبقى الوعي المالي هو السلاح ديالنا باش نحميو ريوسنا ومستقبل وليداتنا. كنتمنى هاد الحلقه تكون تنبيه مفيد لكل واحد كيفكر في هاد الخطوه. وانتم متابعينا الكرام، شنو هي تجاربكم مع هاد القروض؟ واش كتشوفوها حل حقيقي ولا غير كتزيد تغرق المواطن؟ شاركونا آراءكم في التعليقات وما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك. تبارك الله عليكم.